السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد عمرو من قناتكم Egyptian Cars. قبل أي حاجة زي ما اتعودنا وقف الفيديو وانزل دوس على زرار الاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش لو الفيديو عجبك تدوس لايك للفيديو عشان ينتشر والمنفعة تعم لكل الناس. العربية اللي معانا النهاردة هي شيري تيجو 3. شيري تيجو أساسا ليها ماضي في مصر. العربية دي موجودة في مصر من أيام ما كانت لسه تحت اسم اسبرانزا. اسبرانزا تيجو حققت مبيعات كبيره جدا في السوق المصري، وكان ميزتها ان هي عربيه اعتماديه جدا. اي نعم صيني، بس اسبرانزا اللي ركبها عارف ان هي من اكتر العربيات اعتماديه، خصوصا اسبرانزا الاي 113 عربيه صغيره بس كانت حريقه شغل وحريقه سفر. فطبعا تيجو عامله اسم كبير جدا بقالها سنين في مصر، خصوصا كمان لما جت شيري واشترت اسبرانزا العربيه حققت برضو نجاحات مع شيري وفضلت النجاحات. بالعكس دلوقتي ما بقتش تيجو عاديه، بقى في تيجو 3 وتيجو 4 وتيجو 7 وتيجو 8، والعيله بتاعت تيجو بدات تكبر واحده واحده، وبدانا نشوفها في كذا فئه، لكن كله تحت اسم المسمى اختلاف الرقم فقط، يعني تيجو 3 تيجو 4 وغيرها. كلمه تيجو ثابته، وده طبعا للحفاظ على هويه العربيه، والعربيه اسمها ما يندثرش. طب هل العربيه ما زالت اعتماديه ولا لا؟ كل ده نعرفه اخر الفيديو. تقدر تتفرج على الفيديو كامل وتعرف مواصفات العربيه وسعرها، وفي الاخر تقييم الشخصي اللي طبعا ممكن انت تبقى معايا فيه او تخالفني. في الاخر زي ما قلت لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. اول حاجه نبدا بابعاد العربيه. طول العربيه الكلي 4 متر 419 مللي، عرض العربيه متر 765 مللي، ارتفاع العربيه الكلي عن الارض متر 651 مللي، طول قاعده العجلات 2 متر 510 مللي، الخلوص الارضي 19 سم، وده الى حد ما خلوص محترم جدا بالنسبه للعربيه بالحجم ده والسعر ده اللي هنقوله كمان شويه. السعه التخزينيه لصندوق الامتعه اللي هي حجم الشنطه الخلفيه 550 لتر، وده طبعا حجم كويس جدا بالنسبه للعربيه في الفئه دي. وزن العربيه فارغ بدون حموله طن 420 كيلو، وده الى حد ما وزن تقيل على الموتور، بس هل هيأثر ولا لا ده برضو هنعرفه مع الوقت. بس اللي انا اعرفه او الناس اللي جربتها الوزن دوت مش مؤثر على اداء العربيه، بالعكس هي في الاخر عربيه اقتصاديه اعتماديه بتلعب في فئه الرينج ال 200 لغايه 250، فحاجه كويسه جدا بالنسبه لحجم زي ده. وفي نفس الوقت العربيه اللي وزنها مديها ثبات، فالعربيه ما بتعومش معاك لغايه ال 120 او ال 130، وفي ناس لغايه 160 من غير تعويم. نيجي بقى لاهم حاجه في العربيه وهي القلب النابض الموتور. موتور العربيه 1600 سي سي تنفس طبيعي، بيطلع قدره حصانيه 93 حصان، وعزم من نيوتن 160 نيوتن متر من العزم، وسعه خزان الوقود 55 لتر، ومتوصل بفتيس اوتوماتيك سي في تي، وطبعا نظام دفع امامي للعجلات او نظام جر امامي للعجلات. نيجي لجنوط العربيه بتيجي بجنوط سبور مقاس 17 بوصه. انظمه الامان اللي انا شايفها كويسه جدا ويعتبر قيمه مقابل سعر. العربيه فيها نظام منع اداره المحرك immobilizer، وسائد هوائيه اماميه. العربيه فيها 2 ايرباج، مكابح مضاده للانغلاق ABS، توزيع الكتروني لقوه المكابح EBD، جهاز تحذير المسافه الخلفيه اللي هو فيها سنسور خلفي. العربيه فيها كاميرا خلفيه، تحكم في ارتفاع احزمه امان للمقاعد، نظام تثبيت لكراسي الاطفال اللي هو ايزوفيكس في الكنبه الخلفيه. ده كان بالنسبه لمواصفات الامان. الى حد ما مواصفات الامان كويسه بالنسبه للعربيه في الفئه دي او بالنسبه للعربيه بالسعر ده. ده كان بالنسبه لمواصفات الامان. نيجي بقى لمواصفات العربيه الخارجيه. طبعا العربيه بتيجي بمصابيح هالوجين، تحكم في ارتفاع المصابيح الاماميه برضو مانيوال، اضاءه نهاريه ليد، اضاءه المصابيح خلفيه ليد، مصابيح ضباب اماميه، فتحه سقف كهربائيه، حامل سقف، مساحات اماميه وخلفيه، مرايات خارجيه كهرباء وبيها اشارات جانبيه. طب هتقول لي العربيه من بره شكلها حلو ولا لا؟ في الاخر دي زي ما قلت لك اذواق. انا شايف ان شكلها مقبول، يعني مش وحش بالنسبه للحجم او بالنسبه للفئه بتاعتها، بالعكس شكلها مقبول جدا. وبرده حته ان العربيه فيها ليد ديت مديها الشياكه، وطبعا كنت اتمنى لو الهالوجين ده كان زينون او ليد، هيدي العربيه اداء احسن في الضلمه، او ان العربيه تديك مسافه اكبر للرؤيه في الضلمه. وبرده كويس ان العربيه فيها تحكم في ارتفاع المصابيح الاماميه، اي نعم مانيوال مش اوتوماتيك بس كويس، وموجود تقريبا دلوقتي الاوبشن ده في معظم العربيات في الفئه دي واقل منها كمان. طبعا العربيه بتيجي فرش جلد لونه اسود، وعجل القياده مكسوه بالجلد، التحكم في ارتفاع عجله القياده اللي هو عجل القياده تلسكوبيك، عدادات مزوده بشاشه وسطيه تديك معلومات عن السياره، ولاعه سجائر، مسند يد امامي، مسند يد خلفي مزود بتو كاب هولدرز او مزود بحامل اكواب. ده كان بالنسبه لشكل العربيه الداخلي او اهم حاجه تميز الداخليه بتاعت العربيه. نيجي بقى الاوبشن العربيه او المميزات بتاعتها والترفيه والتكنولوجيا اللي فيها. العربيه طبعا بيجي فيها غطاء للمحرك، ريموت كنترول، زجاج كهربائي امامي وخلفي، تكييف هواء اوتوماتيك، مثبت للسرعه، تعديل كرسي السائق في 6 اتجاهات، تعديل كرسي الراكب في 4 اتجاهات،
طي الكنبه الخلفيه بنسبه 60 ل 40. العربيه بيجي فيها شاشه تاتش مقاس 8 بوصه، وبيبقى فيها دي في دي، عرض الهاتف على الشاشه عن طريق الاندرويد اوتو او ابل كار بلاي، نظام البلوتوث، مدخل يو اس بي، عجله قياده متعدده المهام اللي هي مالتي فانكشن، واربع سماعات. ده كان بالنسبه لمواصفات العربيه ككل. طب الوان العربيه هقولها لكم قبل ما نتكلم عن مواصفات العربيه وهل هي قيمه مقابل سعر ولا لا. الوان العربيه ازرق، اسود، ذهبي، فضي، بني، نبيتي، رمادي، وابيض. ده كان بالنسبه لالوان العربيه. طب هل العربيه دي قيمه مقابل سعر ولا لا؟ انا شايفها كويسه جدا، خصوصا ان ضمانها 5 سنين او 100,000 كيلو. اي نعم في ناس ممكن تجيب ال 100,000 كيلو الاول، بس فكره ان انت معاك ضمان 5 سنين دي حاجه كويسه جدا. وطبعا شيري تيجو 3 او اللي هي التحديث بتاع التيجو القديمه، عربيه اعتماديه جدا اصلا، ويكاد يكون المشاكل اللي ظهرت فيها قليله جدا. يعني حتى لو ظهر حاجه كلها مشاكل فرديه، لكن مفيش حاجه العربيه اقول ان دي عيب فيها، او اقدر ان اقول العربيه دي في مشكله في الاداء بتاعها او في الميكانيكا بتاعتها. ده كان بالنسبه للعربيه. طب امتى تجيب العربيه دي وامتى ما تجيبهاش؟ تجيب العربيه دي لو انت واحد عندك عيله عايز عربيه عائليه وحجمها كويس، عايز عربيه مساحتها الداخليه كويسه، شنطتها كويسه، في نفس الوقت عربيه اعتماديه واقتصاديه وحرق البنزين بتاعها قليل جدا، فالعربيه دي تناسبك. العربيه دي ما تناسبكش امتى؟ العربيه دي ما تناسبكش لو انت واحد شاب بتحب الجري، واحد اهم حاجه عندك الاداء والسرعه والتسارع والغرز، فالعربيه دي مش بتاعتك. العربيه دي موجهه لواحد هادي في السواقه، واحد عايز اعتماديه بسعر رخيص. ده كان نهايه الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. كان معاكم احمد عمرو من قناتكم ايجيبشن كارز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في امان الله ورعايته.